الفيلم بيبدأ يا صديقي في مدينة كايلو وعامل تنظيف التلوج نيلز كوكسمان بيرجع البيت مع ابنه كايل بيقابل مراته جريس اللي بتحضر العشاء وهما بيتناولوا العشاء. كوكسمان وجريس بيتناقشوا في حفل تكريمه القادم وهي بتنصحه يقلل الكلام. بعدين بيشوف كوكسمان بيتبهدل عشان خدماته في المدينة. المشهد بينط المطار كايلو اللي ابنه كايل بيشتغل فيه، فجأة بيتخطف على ايد مجرمين بيرموه في العربية، وهناك بيشوف ضحية تانية اسمه دانتي. المجرمين بيحقنوا كايل بجرعة هيروين كبيرة. دانتي بيقدر يحرر نفسه ويهرب، وواحد من المجرمين بيضرب عليه نار لكن دانتي بيتفاداها. بعدين بيجيبوا جثة كايل وبيحطوها في مكان عام ويخلوها تبان انه مات من جرعة زيادة. جريس بتدور على كوكسمان والاتنين بيستعجلوا يروحوا المشرحة بيتأكدوا ان كايل مات. التقرير الطبي بيقول انه مات من جرعة هيروين زيادة، لكن كوكسمان بيستغرب وهو عارف ان ابنه مش مدمن. جريس بتحمل نفسها المسؤولية وبتقول انهم ما اهتموش بيه، وبعدين بيتم الدفن. بنتعرف على كبير المخدرات تريفور كالكوت المعروف باسم الفايكنج، وهو بيتفرج على ابنه راين وعينه سودا من التنمر. الفايكنج بيأمر ابنه يرد لكن راين بيقول له انه مش هيبقى غبي. رجاله الفايكنج بيبلغوا ان دانتي هرب. كوكسمان وهو مكسور بيروح للجراج بتاعه وبيجيب بندقيه. دانتي ملطخ بالدماء كان مستخبي في نفس المكان وبيشوفه. كوكسمان بيحط بوز البندقيه في بقه، لكن قبل ما يضغط على الزناد دانتي بيقطعه. دانتي بيوضح ان كان ما عندهوش ذنب، وكوكسمان بيستخرج منه المعلومات. دانتي اتورط مع رجاله الفايكنج وضيع شنطه كوكايين، وده اللي خلاهم يمسكوه ويقتلوا كايل. دانتي بيديله اسم واحد من القتله اسمه سبيدو، وكوكسمان بيروح ورا سبيدو نادي ليلي. سبيدو بيتكلم معاه وبيتحرك معاه في المصعد. كوكسمان بيساله اذا كان عارف دانتي. سبيدو بيعمل نفسه مش فاهم. كوكسمان بيساله عن كايل وهو كمان بيعمل نفسه مش عارف. لما كوكسمان بيضغط عليه عشان يعرف ايه اللي حصل ومين اللي امر بقتل كايل، سبيدو بيتجاهله وبيهدده بمسدسه. كوكسمان بيضربه وهو مش منتبه وبيحطم وشه. كوكسمان بيفتش تليفونه وبيساله وبيضربه تاني. سبيدو بيقول له انه كان بيتلقى اوامر من ليمبو. كوكسمان بيدور على صوره ليمبو في التليفون، وبعد التاكيد بيخنق سبيدو عشان يموته وهو بيتاكد انه مش هيتحرك. كوكسمان بياخد الجثه بعيد وبيلمها في سلك دواجن وبيرميها في فضاء عميق. لما بيرجع البيت جريس هناك لكنها مش عايزه تكلمه بسبب حزنها. الصبح الفايكنج بيتبلغ ان سبيدو مفقود لكنه مش مهتم، وهو بيودي ابنه راين للمدرسه. بيلاقي ان واحد من الرجاله حط كوكيز في وجبه راين، وده الفايكنج ضده عشان عايز ينظم اكل ابنه. المحققه كيم داش الجديده في المدينه وزميلها جيب بيوريها كوكسمان وبيقول لها انه مواطن السنه بيقبضوا على مراهقين بيشربوا حشيش، وكيم عايزه تحبسهم لكن جيب بيقول لها تهدى عشان الموضوع مش جريمه. كوكسمان وهو بيتناقش مع مراته بيقص بندقيه عشان تبقى في معطفه، وبيروح عشان يقابل ليمبو في محل فساتين زفاف. ليمبو عارف ليه كوكسمان جاي وبيحاول يضربه، لكن كوكسمان بيتفادى الضرب وهو بيحاربه لغايه ما بيوقع ليمبو. ليمبو بيعترف انه اتأمر يقتل كايل ودانتي على ايد مجرم اسمه سانتا، وبيديله مواصفاته وبيوصفوا له انه بيشتغل في المطار. كوكسمان بيقتل ليمبو وبيرميه في الوادي. البيت جراس بتحاول تسأل كوكسمان عن حاجات كايل المفضله لكنها بتكتشف انه مش عارف اي حاجه، وده بيزعلها اكتر. الفايكنج بيتقابل مع مراته السابقه ايا وبيتناقشوا في حضانه راين. بيوريها قائمه الاكل اللي عايزها الراين وهي بتقول انه مجنون. وراين بيتبلغ ان ليمبو كمان مفقود وبينفجر من الغضب. كوكسمان بيشوف سانتا في المطار وهو بيجهز عربيه وبيجري وراه لطريق مغطى بالتلج. سانتا بيحس ان في عربيه وراه لكن كوكسمان فجاه بياخد طريق تاني. العربيه بتظهر قدامه وبتحاصره. كوكسمان بيتواجه معاه وبيطلب منه يعدي لكن سانتا بيحاول يرشيه. كوكسمان بيضربه وبيحاول يستخرج منه معلومات لكن سانتا بيصر انه بيضيع وقته. الاتنين بيضحكوا. كوكسمان بيقول له انه تعبان من الضرب، وبعدين بيضرب سانتا في دماغه. بيشوف كوكايين في عربيته وبيدمره، وبعدين بيزق العربيه بره الطريق. سانتا بينضم لسبيدو وليمبو في الوادي. كوكسمان لما بيرجع البيت بيكتشف ان جرايس سابته وسابت وراها خطاف فاضي. كوكسمان بيروح يزور اخوه بايرون اللي كان جزء من عالم الجريمه وبيقول له عن موت كايل. مرات بايرون مش مبسوطه، فاكره انه من نفس العصابه. بايرون بيتصل وبيتاكد من العمليه اللي كايل ودانت اتورطوا فيها، وبيحذر كوكسمان من الفايكنج وخطورته. كوكسمان بيقسم انه هيحميهم كلهم وبيقول له انه قتل ثلاثه من رجاله الفايكنج. بايرون بيتفاجئ وهو ما كانش متخيل ان اخوه يقدر يعمل كده. الفايكنج بيشك ان اختفاء رجالته هو عمل عصابه امريكيه اصليه هنديه اللي قائدها وايت بول كان عمل اتفاق مع ابو الفايكنج ايام ما استولوا على المنطقه. الفايكنج بعد ما الكوكايين بتاعه ضاع بيأمر رجالته يمسكوا ابن وايت بول ليتل هوك. بيستنوه في المطار وبيخطفوه. بعد ما بيضربوه ليتل هوك ما بيقولش اي حاجه، والفايكنج بيقتله بيربط جثته قرب المحميه عشان ابوه يلاقيها مع سن القرش اللي وايت بول كان اداه لابوه كرمز للسلام. بعد الدفن وايت بول المكسور عايز ينتقم من الفايكنج. ابنه مقابل ابن محققه كيم بتجيلها معلومات ان ليتل هوك ابن وايت بول، وان حرب ممكن تقع بين العصابه الهنديه وعصابه الفايكنج لكن رئيسها بيتجاهل الموضوع. كوكسمان بيروح يزور بايرون تاني عشان يعرف ازاي يقتل الفايكنج. بايرون بيقترح عليه يستاجر قاتل محترف اسمه الاسكيمو. كوكسمان بيسافر وبيقابل الاسكيمو وبياخده الاستراحه وبيديله نص المقدم. الاسكيمو بيشك انه بوليس عشان البوليس بيدفعوا النص مش التلتين. الاسكيمو بيروح عند الفايكنج وبيعترف له ان دفع له 90,000 دولار عشان يقتله. بيخون كوكسمان وبيطلب من الفايكنج 90,000 دولار مقابل اسم اللي عايزه ميت. الفايكنج مع انه مشغول بالهنود بيحاول له الفلوس، والاسكيمو بيقول له الاسم كوكسمان. المجرمين بيفكروا انه بايرون عشان الاسم القديم وينج مان، لكن الفايكنج بيفضل غير راضي عن خيانه الاسكيمو للشخص اللي دفع له، فبيقوم رجالته يقتلوه وهو بيقول انه مش محترف. كوكسمان بيشوف ان الفايكنج لسه عايش
وبيستغرب انه ما سمعش عن الاسكيمو. الفايكنج ورجالته بيروحوا يخطفوا بايرون فاكرين ان هو اللي ارسل الاسكيمو. بايرون هو عارف انه هيموت لان عنده سرطان اصلا بيحمي اخوه، وبيغطي عليه وبيقول له ان هو اللي بعت الاسكيمو وسرق الكوكايين. الفايكنج بيحترم روح بايرون قبل ما يعدمه. كوكسمان بيزور قبر اخوه ومرات بايرون بتمشي معاها شنطها، كان بتستقبل معلومات عن قضيه كايل، وبعد ما بتجمع معلومات عن البلد ومن صاحبها السابق بتعرف ان كايل كمان مات من جرعه زياده، وعن اسماء ناس في عصابه الفايكنج والهنود. كوكسمان بيدور على قبر ابنه واخوه، وبعدين بيروح بيت الفايكنج وبيكتشف مدرسه راين من الملصق على الباب. الفايكنج وهو بيتقابل مع رجالته عشان يحل مشكله وايت بول بعد ما قتل ابنه بالغلط. واحد من رجالته بيتريق والفايكنج بيقتله من الغضب. الفايكنج بيقرر يرمي جريمه قتل ليتل هوك على كسر الميت، وبيقوم رجالته يقطعوا راسه ويودوها لوايت بول كقربان. وايت بول بيشكرهم على الهديه لكن لسه متمسك بابن مقابل ابن، وبيقتل الرسول سلاي كمان. كوكسمان بيوصل مدرسه راين ورجاله وايت بول كمان هناك عشان يخطفوا راين. كوكسمان بيحس بالموضوع وبيروح ياخد راين من المدرسه وهو بيعمل نفسه موظف عند اهله. رجاله وايت بول بيجروا وراه في الشارع لكن كوكسمان عارفهم وبيسوق بسرعه وبينجح انه يفقدهم لما بيتحاصروا. الفايكنج بيتاكد ان ابنه اتمسك، ومراته السابقه ايه بتلومه بالرغم ان كان دورها في الحضانه هي بتهدده انها تكلم البوليس. بعد 24 ساعه كوكسمان بياخد راين لبيته وبيعرض عليه يقعد ويجهز له بيض. الولد مش خايف عشان كوكسمان ودود معاه. كوكسمان بيخليه ينام وبيطلب منه يحكي له قصه، وبيترابط مع الولد اكتر من ابوه. رجاله الفايكنج بيجيبوا بواب من مدرسه راين، والبواب بيقول له انه شاف واحد اسمه كوكسمان بياخد راين. الفايكنج بيعمل نفسه هيديله الفلوس الموعوده لكن بيقوم رجالته يقتلوه. كوكسمان بيخبي راين في شركه تنظيف التلج وبيديله هيدفون وبيمر ما يتحركش. الفايكنج ورجالته بيوصلوا الشركه، واحد من رجالته بيلاقي كوكسمان وبيقبض عليه. الفايكنج بيضربه وبيسأله عن مكان راين لكن كوكسمان بيسكت. كوكسمان بيلاحظ ان الهنود وصلوا وبيركز على الفايكنج وبيقول انه ما يستاهلش راين. الهند وايت بول ورجالته بيتعاركوا مع رجاله الفايكنج في شجر نار. الفايكنج بيحاول يهرب بعربيته لكن كوكسمان بيشغل آلة تقطيع شجر وبيزقها في عربيه الفايكنج وبيخليه محاصر. وايت بول بيضرب الفايكنج في صدره وبيخليه عاجز. كوكسمان بيفكر يمشي لكن وايت بول بيجبره يخليه يركب معاه. محققين كيم وجيب بيوصلوا للمكان والفايكنج بيكون لسه عايش لغايه ما جيب بيلاقيه وبيموت. راين بيطلع بيسوق عربيه تنظيف التلج من المشهد والضباط مضطرين يجروا وراه. كوكسمان ووايت بول بيركبوا على طرقات ثلجيه وكوكسمان بيكمل شغله. وايت بول هو شايف ان كوكسمان مش خطر بيحط سلاحه وبينام وهو راكب. واخر واحد من رجاله وايت بول الناجين بيعمل حركه بالغلط وبيطير في طريق عربيه التلج وبيتقطع. وبكده يكون خلص فيلمنا يا صديقي. لو عجبك الفيديو متنساش تعمل لايك واشتراك في القناه وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. اشوفكم في مختصر فيلم جديد. سلام.